النهاردة هنعمل البريوش او الشوريك او المنجقونة بعجينة سحرية، يبقى معانا هش وزي القطنة من غير زبدة ولا سمنة، ومكونات بسيطة موجودة في كل بيت، رائع للفطار او العشاء او المدارس او اللانش بوكس. هنستخدم في الوصفة دي كيلو من الدقيق، وعلى كيلو الدقيق هنحط معلقة صغيرة ملح، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر، ومعلقة ونص كبيرة من الخميرة الفورية، وكوباية من السكر. هنقلب كل المكونات دي مع بعض، وبعدين ننزل ببيضتين، وننزل ورا البيض بمعلقة كبيرة من الفانيليا البودرة او السايلة. ومعانا كوبايتين من الحليب الدافي، وهننزل بقى بالحليب بالتدريج لحد ما العجينة تتلم. يعني ننزل بنص كوباية ونقلب، وبعدين نص كوباية تانية ونقلب لحد ما نلم العجينة كلها. بنعجن كده لمدة دقيقتين، وبعدين نضيف نص كوباية من الزيت. انا هنا استخدمت زيت، اللي حابب يحط زبدة او سمنة تكون برضو نص كوباية، وتكون في درجة حرارة الغرفة. هنعجن تقريبا لمدة 10 دقايق. لو العجينة بتلزق ممكن نضيف معلقة من الدقيق لحد لما تبقى العجينة طرية ومش بتلزق قوي. بعد كده بنلمها بالزيت ونغطيها ونسيبها تخمر في مكان دافي لحد ما تخمر ويتضاعف حجمها. بنخرج الهواء من العجينة ونقطع منها قطعة بقطعة حسب الحجم اللي انت عاوزاه. لو عاوزاها صغيرة بتعمل لحد 40 واحدة، ولو كبيرة بتعمل 20. بناخد كل واحدة ونخرج منها الهواء ونبرمها لحد ما تبقى طويلة. بعد كده بنلفها ونحط الطرف تحت بالشكل ده. بنحطها في صينية فيها دهنة زيت او ورق زبدة، وبنغطيها طول ما احنا شغالين لحد ما نخلص الكمية كلها، ونسيبها تخمر في مكان دافي لحد ما نخلص الكمية تقريبا لمدة 45 دقيقة. وبعد ما خمرت كده بنجيب بيضة وعليها فانيليا وبندهن بيها الوش، وممكن تدهنه بحليب، واللي بيحبها مسكرة ممكن يحط على الوش سكر الشاي العادي. وبندخلها الفرن على درجة حرارة 200 في نص الفرن. هتاخد في الفرن من 12 ل 15 دقيقة لحد ما تاخد لون كده وتحمر. وده شكله اول ما طلع من الفرن، واخد لون دهبي يجنن من فوق ومن تحت، هش وخفيف خالص ومش مكتوم. سيبته يهدى كده شوية وجهزت كوباية شاي بلبن، وبجد طعمه خطير وما يتشبعش منه. لو عجبتكم الوصفة ياريت لايك وشير واشتراك في القناة. معاكم أكلة وفكرة.